ورحمه الله تعالى وبركاته. بما انه رمضان على الابواب وكتستعملوا بزاف العواصر كيكونوا كيتسهلكوا بزاف في الفتره ديال رمضان، علاش لا عاود السكر نعوضوه بدبس التمر اولا العسل ديال التمر. هو فيه الفيتامينات وفي نفس الوقت كيعطي الحلاوه ديالو. فهو دبس التمر فيه فيتامينات بزاف، حيت فيه نسبه كبيره نتاع الحديد، كيمنع من حدوث فقر الدم وكيقوي الجسم بشكل ملحوظ. ومعروف عليه ان عمليه التمر معروف عليه مزيان. من غير عاد باش ديريه دابا وغادي ديريه في العصير كتحيدي لك داك السكر، تديري شي حاجه طبيعيه. وكيحتوي على سكريات سريعه الامتصاص، يعني ما تخافيش على الذات ديالك ولا شي حاجه تسماني. وفيه الكالسيوم والفوسفور بزاف داك حيت فيه الكالسيوم والفوسفور مفيد بزاف للعظام. وفيه نسبه كبيره من الالياف اللي بالنسبه للعائلات الحاملين واللي غادي يولدوا واللي فيهم الامساك. وبالنسبه للدراري الصغار اللي كيكونوا فيهم دوك الحنيشات فياكلوا معلقه على الريق فهو مزيان ليهم. وبالنسبه للجمال ديال الشعر فهو رائع لزياده نمو وكثافه الشعر ومحافظه عليه بنسبه قويه، حيت فيه الفيتامينات والمعادن اللي كيحتاج الشعر ديالنا. دابا غادي ندوزو باش نقدموا طريقه تحضير دبس التمر او عسل التمر اللي غادي نحتاجو فيه. عندي هنايا كيلو ونص نتاع التمر، انا حليته وقلبت واش ما فيهش دوك الدويدات وديك الوسخ ديالو ورديت سديته، يعني غادي يبقى بالعظم ديالو، كنحتاجوه بالعظم ديالو. وعندي هنايا الماء، غادي ندير الماء عليه حتى يطلع من الفوق منه. غادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي ندير هاد التمر هذا واحد طاوه اولا كوكوط صافي، وغادي نخوي عليه الماء. وغادي نديرو فوق البوطه على عافيه مهيله واحد مده ديال 2 السوايع هو كيطيب حتى كيطيب لنا التمر ديالنا تيولي هاري باش عاد من بعد غادي ندوزو للمرحله الاخرى. صافي دابا من بعد ما طاب تيجي بحال هكا، من بعد ما كيطلق ديك الغليه ديالو كيبقى يغلي، كيطلق واحد الرغوه، كنبقاو نزولو ديك الرغوه وكنخليوه كيطيب حتى كيولي بحال هكا. ومره كنخلطوه كنحركوه العظم ديالو باش كيطيب كيولي بحال هكا احمر، باش كتعرفوه راه طاب بالعظم ديالو. انا عندي صافي طاب، غادي نطفي عليه وغادي نخليه حتى يبرد، عاد من بعد غادي نعصرو باش نخرج غير داك الماء ديالو. من بعد ما برد ليا التمر اللي طيبنا كنحتاج واحد المنديل يكون كيصفي، منديل تاع حياتي او ديال المسلم كنستعملوه غير في الكوزينه. غادي نخوي فيه هذا الخليط. عفوا بسم الله. باش غادي ناخذ غير الماء ديالو، غادي نجمعوه باش غناخذوا غير الماء ديالو. دابا غادي نبداو كنصفيوه بسم الله. كنبقاو على هاد الطريقه هذه حتى كنكملوا، كنحيدوا له كاع الماء اللي فوسط منه، غنحيد له. انا غادي نكملوا وغادي نرجعوا باش غادي نعسلوه. دابا من بعد ما صفيتو تيخرج له غير داك الماء ديالو، غادي نديرو في الطاوه، نردو للطاوه بسم الله. وغادي نردو فوق البوطه، ومع التحريك مره كنبقى نحركو بحال كندير الكونفيتير حتى غادي تعسل ليا. دابا من بعد ما طاب ليا وكيولي غير نص الكميه ديالو،
وتيدير هاد الرغوه هادي صافي كنعرفوه راه هو طاب، كيجي لها هكايا على هاد القوام هذا. وما غاديش يبقى هكا، مازال عاد غادي يبرد وغادي يزيد يختار. غادي نطفي عليه دابا وغادي نخليه حتى يبرد، عاد من بعد غادي نشوفوا الشكل النهائي ديالو. في دابا التمر ديالنا او العسل ديال التمر وجد من بعد ما كيبرد كيولي بحال هكا على هذا الشكل، على هذه الكثافه هذه، فهو كيجي رائع وزوين بزاف بحال هكا. بالنسبه انا لداك التمر اللي كنت صفيت منه الماء ديالو، حيدت له هلق العظم واحتفظت به، غادي نديرو في واحد الطاسه ومن بعد غادي نستعمل به واحد الشكل ديال الكاطو. ما عرفتش واش مازال الفيتامينات ديالو فيه، ولكن المذاق غادي يبقى فيه. غادي نخليه، غادي ندير به الشكل ديال الكاطو. مازال ان شاء الله غادي نعطيكم المقادير ديالو بهاد التمر هذا. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وبصحه والراحه، وتابوناو عندي في الصفحه، وشكرا.